السلام عليكم. تحدث رئيس جينيك بيتر كرونين عن مستقبل لاعب الدولة المغربي بلال الخنوس بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بالتعاقد معه، مؤكدا رغبته في الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر على الأقل قبل بيع عقده بمقابل مادي كبير. وصرح كرونين لقناة تيفي ليمبورغ البلجيكية قائلا: الخنوس يجب أن يحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال في بلجيكا. أضاف قائلا: بلال أحد أفضل المواهب العالمية، لكن عقله وتركيزه الآن مع نادي جينيك. واختتم حديثه قائلا: هدفنا أن يواصل اللعب معنا في الموسم المقبل، وإذا أراد الذهاب إلى فريق آخر بعدها يجب أن يتم بيعه مقابل أكثر من 32 مليون يورو. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لتتوصلوا بكل جديد. إلى اللقاء.